قالوا ايش الخبر يا حضرة القاضي؟ وليش عاد المد والطوال؟ تبريرهم كله على الفاضي، قد كل شيء شفناه بالجوال. الدم سعره بالعرب حاضي، ما هو شراء أو بيع من فوال. عبثوا، ما حد بالعبث راضي، لا تأخذوا بالقول من قوال. ننشد عدالتكم من الماضي، واليوم ننشد نفس ذا الموال. بحكم لا شيعي ولا أباضي، شرعي بلا بالدال أو حوال. بحكم لا شيعي ولا أباضي، شرعي بلا بالدال أو حوال. هذا وانا جاهز مع أغراضي، ما خاف من سلاح أو بوال. أنا رجل صليت الفراضي ورمضان اتبعت بالشوال. نذكر إخوتنا في القضاء، وعلى وجه الخصوص قاضي المحكمة المتخصص في هذه القضية، أولا بتقوى الله ومراعاة الله سبحانه وتعالى في الدماء. فالدماء حرمة عند الله ثم عند خلقه، وهي أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة. وأذكره أيضا، وأذكر القضاء أيضا بما روي عن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقتل الغلام الصنعاني. روى وكيع عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أمر بقتل 7 من أهل صنعاء، بقتل غلام. فلما أخذ الصحابة يراجعونه في ذلك، قال مقولته الشهيرة: لو أن أهل صنعاء تمالأوا في قتله لقتلتهم به. وأيضا في الأثر روي عن ابن عباس وهو حبر الأمة وفقيه العصر، قال: لو أن 100 قتلوا شخص أو تمالأوا في قتله لقتلوا به. وهذا هو العدل.